يلا نكمل مغامرات جورجيا بعد ما حصل دراما وما ركبونيش الطيارة، وبعدين رحت السعودية جبت اقامتي وركبت طيارة تانية. لما نزلت كنت منبهرة ان البولت بتاعي تسلا. بولت ده ابلكيشن شبه اوبر، لازم تنزلوه لو رايحين جورجيا عشان سواقين التاكسي ما يضحكوش عليكم. بجد انا كنت منبهرة جدا بالعربية. لما جيت اركبها ما كنتش عارفة الاقي الهاندل بتاعها، ومنبهرة انها ازاز من جوه. حسيت ان انا فارمر جدا. للاسف لازم يبقى عندنا تسلا عشان نعرف نتعامل معاها لما نسافر بره، وطول ما العربية بتتحرك وانا منبهرة. الطبيعة كانت تحفة والاركيتكتشر كانت حلوة جدا، وابتديت احس اخيرا ان انا وصلت اوروبا. وصلنا ليبرتي سكوير، فده معناه اني وصلت I'm just a girl لحد اللحظة اللي بضطر فيها ان انا اشيل الشنطة بتاعتي 3 ادوار الاير بي ان بي. وصلت الاير بي ان بي، والاير بي ان بي ده حكاية ما اقولكوش، لسبب من الاسباب اللي انا وقعت في غرام جورجيا تبليسي عشان الاير بي ان بي ده. بس نمت شوية وبعدين نزلت. ميزة ان انا مسافرة لوحدي ان مفيش اي خطط لازم امشي عليها. نزلت قعدت اتمشى في المكان، اتفرج على الشجر والاركيتكتشر واستمتع بكل حاجة بهدوء من غير خطة، من غير ما اجري ورا حاجة. حتى اتمشى اكتشفت ان كل اللاند ماركس حواليا اصلا، وان تبليسي كلها مدينة تتمشى. ولقيت اللاند مارك دي اللي هي اسمها الكلوك تاور. اتمشيت شوية لقيت البيس بريدج، وده برضو من اللاند ماركس بتاعة المدينة. وبكده نكون خلصنا مغامرة اول يوم في تبليسي.